يلا يا تريزيجيه. يا ابني اللي انت بتعمله ايه اللي مسحيك دلوقتي يا ابني؟ تعالى تعالى بسرعة. مش الساعة 3:30 الفجر، الساعة داخلة على 4. انت غريبة، ده عجائب الدنيا 7 بقوا 8. انا أول مرة اشوفك ساعة في الوقت ده انا كل يوم بصحيك عشان تصلي الفجر، تقعد تقول له النبي سيبنا ننام ومش عارف في الاخر ما بتصحاش. ما اعمل ايه بقى؟ صحيت، ده ماتش الاهلي يا جدع انت، ده مصر كلها صاحية، مصر كلها صاحية بتتفرج على الماتش. ما اعمل ايه؟ طب الساعة داخلة على 4 بس الماتش مولع يا ابني، بيلعب مع انتر ميامي وميسي بيلعب والماتش نار. اقعد بس تعالى اتفرج. لا العظيم يعني بص، خيبة على الناس كلها لما تبقى صاحي مخصوص وظابط منبهك عشان تتفرج على ماتش. احنا ما قلناش حاجة، اتفرج بس أدي فرض ربنا الأول. انت خلي بالك حركتني بكلامك، انا عارف ان انت بتنصحني بس انت عندك حق. عمري ما صحيت للصلاة ولا عمري صحيت للفجر أصلا. كل ما أنت بتصحيني ما برضاش أصحى، وصحيت من أجل الماتش ومصر كلها، مش أنا لوحدي خلي بالك اللي هتلاقيني كده. أكيد 3/4 الشعب المصري عمرهم ما صحوا للصلاة، بس بيصحوا للأهلي ويصحوا للمغنيين ويصحوا مش عارف ليه. مستغربين من العواصف والزلازل واللي بتعملوه. أنت عندك حق. قوم يا ابني، قوم تعالى نصلي الفجر. تعالى نتوضى ونصلي الفجر، صح؟ يلا بينا.